السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده باذن الله جايه لكم بوصفه جميله جدا وسهله وبسيطه ومقاديرها عندنا ومتوفره في كل بيت. وصفه النهارده هو الايس كريم الاقتصادي. هنعمل ايس كريم مع بعض بنكهه الشوكولاته. تمام. كل اللي احنا محتاجينه عندنا مقادير ومنقسمه لقسمين، القسم بتاع الجناش والقسم بتاع الايس كريم اللي هيتضرب في الخلاط بتاع الكريمه. تمام. اول حاجه عندي بمقادير الجناش كوبايه ميه من الحنفيه، معلقتين كبار كاكاو خام اسباني وفاتح، معلقه كبيره نشا، قطع كاكاو خام مطبخ وديت اختياري، بس عايزه اقول لكم بتفرق جدا في الطعم، بتعزز النكهه بتاعه الايس كريم جدا. والقسم التاني من المقادير نص كوبايه كريم جانتيه خام، ماهوش الباكت ده، سايب من عند العطار، وده كوبايه ونص ميه من الحنفيه. تمام. هنشتغل في النص المقادير دي الاول وبعد كده هنرجع للمقادير دي تاني بعدين. اول حاجه عندنا بنجيب حله كده وبنحط فيها كوبايه الميه عشان نعمل مقادير الجنيش. تمام. وبحط فيها معلقتين الكاكاو الخام الاسباني ومعلقه النشا، ودولت يا جماعه نسيت اقوله لكم في المقادير 4 معالق كبار سكر. المكونات على بعض كده على البارد تماما، ما ينفعش احطها على النار وانا لسه ما قلبتهمش مع بعض، لازم كلهم يتخلطوا مع بعض كويس جدا وبعد كده ارفعها على النار. خليط تجانس مع بعضه زي ما احنا شايفين، فانا رفعته على النار، نار وسط. تمام. وبرده استمر في التقليب. في الوقت ده انا هضيف قطع الشوكولاته المطبخ، وبكده يا جماعه اكون وصلت للقوام اللي انا محتاجاه. شايفين؟ هو ده القوام اللي انا محتاجاه. كده هطفي النار وهفرغه في حاجه واسيبه حتى يبرد تماما، وهفرغ كده الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه اللي هو جناش بتاع الايس كريم، هفرغه في البوله ديت كده. تمام. واسيبه يبرد خالص، ما ينفعش اشتغل فيه وهو سخن، لازم يكون بارد تماما. وده طبعا كان شكل الجنيش بتاعنا بعد ما فرغناه في البوله وهنسيبه يبرد تماما. كده مع بعض الايس كريم. تمام. هنحط كوبايه ونص الميه. تمام. وهنحط نص كوبايه الكريم جانتيه الخام بتاعتنا وهنضربهم كويس في الخلاط. هو اللي بيبقى سائل ماهوش متماسك ولا حاجه، بنزل عليه بالجناش بتاع الشوكولاته اللي احنا كنا عاملينه وبارد. الخليط بتاعي بعد ما انا ضربت في الخلاط جناش الشوكولاته مع الكريمه والميه. تمام. دلوقتي هصبه في علبه تلاجة علشان ادخله الفريزر. شايفين السمك بتاعه بيبقى خفيف جدا ماهوش تقيل كده. تمام. ده هيدخل الفريزر ليله كامله، يعني ممكن الوقت مثلا حوالي الساعه 8 بالليل، ممكن الساعه 8 الصبح تطلعيه ان شاء الله وتاكليه، وهنشوفه بعد ما يطلع من الفريزر شكله ايه. وده كده الايس كريم بعد ما قعد في التلاجة حوالي 12 ساعة زي ما احنا شايفين، متماسك جدا. انا ما عنديش المعلقة بتاعه الايس كريم، فانا بعمل بالمعلقة المعيارية اللي هي الصغيرة دي، بتديني برضو نفس شكل معلقة الايس كريم. ولو مفيش معالق خالص، المعلقة بتاعة الاكل العادية المعيارية، وبظهر معلقة بقوم منزلاها كده. اي نوع شوكولاتة انت بتحبيها وبتحطها في مية سخنة هتفك معاكي كده. وكده معانا ألذ ايس كريم ومش مكلف وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة، قناة اسهل وصفات مع مطبخ نوني.